اللي بتبحث عن الأناقة والشياكة يبقى الفيديو ده عشانها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى وأجمل متابعين، يا رب يكون في أتم صحة وأحسن حال. والنهاردة إن شاء الله جايبة لكم مجموعة من العبايات إن شاء الله، والمشالح والعبايات المفتوحة والعبايات المقفولة لكل اللي رايحين الحج إن شاء الله، حج مبرور وذنب مغفور، أو عمرة قربت تطلعي عمرة أو حاجة، فده الفيديو ده عشانك. مجموعة من كوليكشن حلو جدا إن شاء الله تعجبكم باذن الله. وعايزه بقى منكم حاجه، طلب بسيط، لايك وشير، وشيروا الفيديو لكل اصحابكم، وتعليق حلو يحفزنا على تقديم فيديوهات ليكم. اي طلب من الاوردرات الموجوده معانا ديت موجوده عندنا ان شاء الله. اتصلي بينا على الرقم اللي موجود في صندوق الوصف، او موجود في التعليق المثبت اسفل الفيديو. بصوا العباية اللي معانا ده، عباية مفتوحه او مشلح مفتوح، تلبس تحتيها بيزك وبتلبسي عليها العباية بالشكل ده. جميله جدا جدا طبعا، يعني تبقى اول مره تروحي عمره او حج بتحبي. ناس تقول لك لا انا ما بفضلش الابيض، انا بحب البس الاسود عشان ما توسخش وكده. بس هي الفرحه في الابيض الصراحه، يعني انت هتلبسي ال- العبايه البيضاء وانت رايحه بقى مثلا هتحرمي مثلا، او انت راجعه من الحج او العمره هتلبسيها، بقى شكلك فيها قمر كده وجميل، تحس ان انت ملاك طاير كده. بصوا الجمال بتاعها وشيك جدا. القماشه بتاعتها كلها ما بتحررش وما بتضايقش وواسعه. وبرده من الحاجات اللي المفروض تجيبيها ان العبايه بتاعتك تكون مفتوحه، او بيكون فيها استك، علشان خاطر ان هي مفتوحه، قصدي من عند يعني كمها يكون واسع، ما يكونش على قد الدراع. وكمان يكون فيها استك بحيث ان انت تقدري تشمري الكم بسرعه لو انت هتتوضي او مكان طبعا، عشان الاماكن في الحرم مبيبقاش فيها مثلا ايه، الحمامات تبقى بعيده شويه عن مكان الحرم يعني. زي ما انتم شايفين كده العبايه ديت واسعه ازاي، ممكن تلبسي تحتها باضي كده زي ما انتم شايفين، او هتلبسي البيزك بتاعك، او هتلبسي حاجه يعني حاجه تكون واسعه تعرفي تشمري بيها كم زي ما قلت لك. يا رب كده يكتبها لكم ويكتبها لي مره كمان يا رب، ومره مرارا وتكرارا مش اكتر من مره، لان اللي بيروح هناك بجد بيبقى يعني نفسه يروح اكتر من مره. سبحان الله يعني. بصوا الجمال ديت برضو رقيقه جدا، في شغل على الدانتيل كده على الكتف، على قصدي على كافه الايد كده، وهنا الشغل عليها لولي بسيط كده، وهي برضو مفتوحه. وتقدري تلبسي تحتها بقى اي حاجه بقى، اي لون بتحبيه تلبسيه الوان بقى زي ما انت عايزه، ودي يبقى عليها من فوق، او تلبسي تحتها البيزك الابيض زي اللي يريحك. انا معاكي ان الابيض ممكن يتوسخ في ساعه الاحرام، ممكن ساعه يعني ساعه الطواف، يعني ممكن تلبسي من الزحام تبقى الناس كتيره، فممكن تلبسي حاجه سمراء. لكن او هتلبسي مثلا عبايه بيضاء لو انت حابه تعملي بيها الحجه بتاعتك. عادي برضو مفيش مشكله. بس هو الناس بتفضل الاسود، في ناس بتفضل الابيض. انا عن نفسي من واحده من الناس بفضل الابيض، يعني بحب اطلع بيه، احب اسافر بيه، او احب ارجع بيه يعني كده، بحس بفرحه الحج فيه او فرحه العمره يعني. ده برضو عبايه مفتوحه، دي بتلبس من اول 70 كيلو لحد 95 كيلو. دي فيها الشغل خالص، الشغل بتاعها بسيط جدا جدا، بس القصه او القماشه بتاعتها قماشه كده يعني ايه، هي خفيفه ما بتحررش. وبتلبس تحتها طبعا البيزك بتاعك او بقيه العبايه زي ما انتم شايفين، هي عباره عن قطعتين يعني. يلا بقى، فين اللايك الجميل بتاعك والاشتراك؟ كل الموديلات بتاعتنا ديت مش هتلاقيها عند اي حد، عند هند فاشن وبس. وزي ما انتم عارفين طبعا هند فاشن اسم يتردد وثقة تتجدد. بصوا بقى القمر دي كمان تحفة بجد ما شاء الله، مطعمة باللون الاسود كده بسيط، ودي احنا شفناها قبل كده زيها، ودي نفس الصورة بس شكل تاني، عليها الورد كده مطرز. يا رب اتمنى الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، واتمنى اللايك والشير لكل اصحابكم وحبايبكم عشان الكل يستفيد من الفيديو. واسيبكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.